45 شركة تعمل في مدينة الإسماعيلية الجديدة انتهاء المرحلة الأولى للحفر الجاف بالقناة الجديدة خلال 3 أسابيع. قال اللواء أركان حرب كامل الوزير رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمشرف العام على مشروع حفر قناة السويس الجديدة أنه تم الانتهاء من رفع 169 ما يوازي 67.5% من المرحلة الأولى والثانية للحفر على الجاف، والتي يصل مجموعها إلى 250 مليون متر مكعب من الرمال الجافة. وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده أمس. وحول الأعمال الخاصة بالتكريك والتي تستهدف رفع 250 مليون متر مكعب من الرمال المبللة بالمياه، أشار إلى أنه تم الانتهاء من رفع 22.5 مليون متر مكعب من الرمال المبللة بالمياه بنسبة قدرها 9% من المخطط. وحول الأعمال الخاصة بمدينة الإسماعيلية الجديدة، أشار إلى أنه توجد الآن 45 شركة تعمل في المدينة، وانتهت من حفر 152 عمارة اعتبارا من الأحد المقبل. سيبدأ تنفيذ الخرسانات الخاصة بالعمارات، لافتا إلى ارتفاع عدد الشركات العاملة في مشروع حفر القناة الجديد والإسماعيلية الجديدة إلى 129 شركة، بينها 84 شركة كتيبتي طرق تعملان في حفر قناة السويس الجديدة من خلال 4300 معدة هندسية و23,000 عامل ومهندس وفني، وأن ذلك قد فتح المجال أمام الكثير من فرص العمل أمام الشباب. وأكد الوزير أنه تم الانتهاء من نقل وتأمين جميع مرافق وكابلات الكهرباء والغاز والاتصالات وخط السكة الحديد بالفردان بنسبة 100%، منه 25% من أعمال صحارة ترعة السلام، وأن الفترة المقبلة ستشهد تصاعدا كبيرا في الأعمال الخاصة بها بعد الانتهاء من الجزء الأصعب في عملية النقل.